في ناس يجيبون تعليقي على مباريات المغرب، خصوصا مباراة المغرب والبرتغال، لما يقول طالت خلوها ما ادري شنو، ويضحكون علي انه يلا خلي المغرب تنفعك ويلا ما ادري ايش، وينهم المغاربه وطلعوا المغاربه واشرب يا خليل. والله العظيم توصل لي تعليقات من هذا النوع، يعني ناس يعني كانوا سبحان الله مقهورين من فوز المنتخب المغربي خصوصا على البرتغال. يعني انا اتكلم، خلونا نكون صريحين وواضحين، يمكن يكونون ناس متضايقين من خروج المنتخب البرتغالي وخروج كريستيانو رونالدو من البطولة، فكانوا فرحانين امس بخسارة المنتخب المغربي، والله يا خليل وينك وخلي ينفعونك الحين فانا استغرب من مثل هذه العقليات. يعني طبعا هو في النهاية يحق له يشجع كل منتخب، اي منتخب انت تبيه واي لاعب انت تبيه يحق لك انك انت تشجعه، بس لا تجي تلومني انا اني انا فرحت واستانست على فوز المنتخب المغربي وتاهل المنتخب المغربي لدور نصف النهائي. طبعا انا اتكلم عن يعني بعض البعض، وهذا البعض نسبه قليله جدا قليله جدا، لكن دائما يعني في بعض الامور اللي هي خارج. ما راح اوقف معاه ضد منتخباتنا العربيه، المنتخبات العربيه نعم حق المشاهد الحياد، لكن في بعض الامور ما فيها حياد. لحظة.